تفتكر لما نقولك ان في طفل صغير قدر يوصل لقمة الشطرنج وبيتحدى الكمبيوترات هتصدق؟ النهاردة هنحكي قصة كاسباروف. ولما نتكلم عن كاسباروف مش بنتكلم عن بطل شطرنج عادي، انت بتتكلم عن اسطورة حية. اتولد كاسباروف سنة 1936 ومن صغره كانت دماغه شغالة في لعبة الشطرنج. دخل مدرسة الشطرنج بتاعت بوتفينيك ودي في الاتحاد السوفيتي. دي المدرسة اللي بتخرج أبطال، ومش أي أبطال، بتخرج أبطال محترفين في الشطرنج. وفي سنة 1980 وهو عنده 17 سنة بقى أستاذ دولي كبير، أو زي ما بنقول جراند ماستر. بس المجد الحقيقي جه في سنة 1985 لما لعب ضد كاربوف وكسبه وبقى أصغر بطل عالم في التاريخ. بس كانت أشهر لحظة في مسيرة كاسباروف كانت لما لعب ضد الكمبيوتر سنة 1997. التحدي كان واضح، انسان ضد آلة، وفعلا خسر كاسباروف. ودي كانت أول مرة في التاريخ يحصل كده. بس حتى بخسارته علم الناس ازاي العقل البشري ممكن يوصل لأبعد الحدود. كاسباروف اعتزل الشطرنج سنة 2005 وهو لسه رقم واحد عالميا، لكن موقفش، دخل عالم السياسة وبدأ ينتقد بوتين والنظام الروسي بشجاعة. شارك في مظاهرات واتقبض عليه بس عمره ما سكت. النهاردة كاسباروف مش بس أسطورة، هو كمان كاتب ومفكر ومحاضر عالمي. تعلمنا منه ان القوة مش في انك تكسب كل مرة، لكن في انك تفضل تلعب وتفضل تفكر حتى لو العالم كله ضدك. بس كده، لو عجبك الفيديو مستني رايك في التعليقات. هل تعتقد ان انسان ممكن يتغلب على الذكاء الاصطناعي تاني ولا خلاص؟